تخيل معايا الساعة عدت 12 بالليل وانت فاتح التلاجة بتدور على لقمة خفيفة شكلها بسيط ومش هتأثر، بس جسمك شايف الموضوع بشكل تاني خالص. أول ما الأكل يدخل معدتك الهضم يبدأ عادي، بس هنا المفاجأة: في الليل جسمك بيبدأ يهدى تدريجيا، معدل الحرق بيقل شوية وإشارات النوم بتعلى. يعني إيه ده؟ يعني جسمك مش في أقصى طاقته زي النهار. السكر اللي في الأكل يدخل الدم، والسكر الدم يعلى بهدوء. البنكرياس يتدخل ويفرز الأنسولين عشان يظبط الدنيا. كل حاجة ماشية طبيعي لحد دلوقتي، بس لو الأكل المتأخر بقى عادة يومية هنا القصة تتغير. السعرات اللي جسمك مش محتاجها في وقت الراحة ممكن تتخزن على شكل دهون مع الوقت، وبما إنك نايم حركتك قليلة جدا فاستهلاك الطاقة أقل، يعني فرصة التخزين أعلى لو الكمية كبيرة. كمان في ناس بتحس بانتفاخ حموضة أو تقل في المعدة هما ونايمين. طب يعني الأكل بالليل بيوقّف الهضم؟ لأ، الهضم مش بيُقف، بس الإيقاع بيبقى أبطأ مقارنة بالنهار، بيخلّيني أتخن بسرعة جدًا. الموضوع مش سحر، الزيادة بتحصل لمّا السعرات أكتر من احتياجك سواء بالليل أو بالنهار، لكن الأكل قبل النوم مباشرةً ممكن يخلّيك تاكل أكتر من غير ما تحس. الخلاصة: مش التوقيت لوحده هو المشكلة، الكمية ونوع الأكل هُم السر. وجبة خفيفة صغيرة قبل النوم غالبًا تمام، عزومة كاملة الساعة 01:00 جسمك مش هيكون مبسوط. الأفضل تسيب بين آخر وجبة والنوم ساعتين أو 3 لو تقدر، عشان ترتاح في نومك ومعدتك ترتاح معاك. دلوقتي قُل لي بصراحة، أنت من محبين الأكل بعد الساعة 12 واختراعات في المطبخ وتطلّع الشيف اللي جواك والّا لأ؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.